أفكار جديدة ومبتكرة لغرف النوم الصغيرة. خليكم معانا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هنتكلم عن أفكار مختلفة لديكور الغرف النوم الصغيرة، أو أفكار إزاي أنا عندي أوضة صغيرة أعمل ديزاين حلو بس في نفس الوقت أستغل. زي ما احنا شايفين كده في الصور دي أفكار مختلفة. هنا مثلا هو حاطط الدريسنج من الجنب، هنا حاطط المكتب مع الدولاب يونت واحدة عشان يستغل في المساحة. هنا عامل شيلفز قدام التي في عشان برضو يحط حاجات ديكور. هنا مستخدم أرفف في ظهر السرير. دلوقتي برضو ناس كتيرة بتحط الدريسنج في ظهر السرير، فيبقى هي حيطة واحدة بدل ما اضيع الحيطة اللي فيها السرير. بستغل المساحة ان انا احط الدريسنج بتاعتي في ظهر السرير وفي نفس الوقت شكلها حلو. ممكن احط شيلفز جنب الدولاب، برضو يبقى فيه تخزين مفتوح وتخزين مقفول تحتيه. برضو تحت السرير ممكن احط ستورج صغيرة. هنا برضو فاتح جزء في الدريسنج من الجنب او في الدولاب من الجنب وحاطط شيلفز، وممكن برضو اقفلها يعني، بس مش بستخدم الدولاب من قدام، لا من الجنب. ممكن التي في يونت تبقى دريسر وتي في نفس الوقت. ممكن اوصل بالدولاب لغاية السيلينج، ممكن ادخل المكتب جوه الدولاب والشلفز مفتوحة ومقفولة. ممكن برضو ادخل المكتب مع الدولاب في نفس الحيطة بتاعة السرير. يعني افكار مختلفة كتير لان انا استغل المساحة الصغيرة اللي عندي وفي نفس الوقت ابقى بعمل ديزاين حلو مختلف لطيف، وفي نفس الوقت يبقى عملي. انا بس مش بعمل حاجة كده وخلاص. او هنا مثلا عامل حرف يو حوالين السرير، وفي نفس الوقت سايب جزء مفرغ ان انا احط مثلا لوحة او ابليك او حاجة للسرير، وعامل عند الويندو ويندو سيت وتحتيه ستورج. هي صراحة اكتر فكرة بتوفر مساحة الدولاب انه يبقى في حتة السرير، لان الدولاب اصلا من الحاجات اللي بتاخد مساحة كبيرة في الأوضة، فأنا لو عرفت أحله بأن هو ما ياخدش مكان هيوفر لي جامد. هنا عامل مراية في ظهر السرير عشان الرفليكشن. كنا قلنا قبل كده ان المرايات بتوسع المكان، بتدي احساس بالوسع. هنا عامل ستورج فوق الشباك، هنا عامل ستورج تحت السرير وقدامه. هنا برضو عامل ستورج تحت السرير. ف يعني دي افكار مختلفة، اتمنى اكون قدرت اساعدكم النهاردة في افكار جديدة. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.